هلا وبنات، شلونكم؟ شاخباركم؟ طبعا اليوم جبت لكم وصفة جديدة تقدرون تستعملونها خلال ايام محرم، يعني كتوزيع ثواب ان شاء الله، او تقدرون تسوونها بالايام العادية مثل ما تردون او تحبون. وطبعا لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ويلا نشوف الوصفة. طبعا المكونات عندنا هذا مي ونشا، وايضا عندنا طعم الكراميل او طعم الشوكليت، وايضا عندنا بسكت مطحون، وعندنا مفروش جوز الهند. اوكي، وعندنا سكر. مثل ما تشوفون نخلي الزيت بالقدر ونضيف عليه اول اشي جوز الهند المبروش، ونحمسه بالجدر منه لما يشقر لونه ويصير ذهبي. مثل ما تشوفون هيا تبدأ لونه يتغير. تبقون تحركون بيه وتظلون يمه لمود ما يحترق. وهسه نضيف عليه الحليب. طبعا نضيف عليه مثل ما تشوفون حليب باودر، ونحمس الحليب الباودر ويا الجوز الهند. واخير بعد وراء هاي الخطوة نضيف له البسكت المطحون ونحمسهم سوا. طبعا تغير لونهم وصار هيجي لون. طبعا احنا جايبين بسكت بطعم جوز الهند حتى يعزز نكهة جوز الهند، بس اذا انتم ما عندكم بسكت بطعم جوز الهند كلش عادي تقدرون تستعملون اي بسكت شاي عندكم. طبعا هنا ضفنا المي، طبعا ضيفوا المي بالتدريج حتى لا يكتل عندكم. تبقون تحركون بيها حتى ما تحكك من جوا ولا تحترق عندكم. طبعا نبقى نضيف له المي بالتدريج، ولا تخافون اذا صارت كلش خفيفة عندكم، لان اذا صارت كلش خفيفة نقدر نسويها ثخينة بالمي، نذوبه بالنشا على البارد ونضيف الهيا. وهنا طبعا قدامكم ضفنا نكهة الكراميل، وهاي طبعا الشكر. طبعا الشكر شنو حسب انتم شنو تحبونها. احنا نرغبها انه حلاوتها باهتة مو كلش قوية، لان يعني عندنا ناس مرضى بالسكر وناس تسوي دايت، فنسوي لونها او حلاوتها العفو كلش خفيفة. وهذا شكلها النهائي بعد ما كملت، وان شاء الله تعجبكم وتطبقوها.